قبل ما نبدأ قصتي أولا بسم الله الرحمن الرحيم. فتاة من الغرب الجزائري واسمي سحر، عمري دوكا 24. طبعا غيرت اسمي حفاظا على السمعة تاعي، واخترت هذا الاسم بالذات لأنه نحبه من صغري، وأكيد كي راح نحكي قصتي راح يعرفني الإنسان اللي حبيته. قبل ما نكمل حبيت نقول لكم باللي طريق العلاقات الغير شرعية قصير ولا يجلب إلا الهلاك. نكمل. أنا طفلة شابة بزاف، وجهي معمر نمش، كانوا يعيطوا لي صحباتي ذات النمش. وطبعا ورثته من جداتي الله يرحمها، والزين ورثته من يما شابة، يما كيما البوبية الله يبارك، وجداتي تانيك شابة وعينيها خضورة ورثت منها النمش. أنا واختي عشت طفولة صعبة مع والدية في حوش الوراثة. والدية تعبوا بزاف باش كبرونا أنا وخاوتي. عندي 2 خاوتي واختي صغيرة عليا، وأنا الكبيرة في الدار. أنا اللي شفت الهم بعيني مع والدية، لأنه أنا الكبيرة. بويا يحبني بزاف ومقلشني، اللي نقولها تحضر. من الصغر تربينا على الدلال، كان الأب تاعي بمثابة الصديق تاعنا. بويا من كتر اللي حبني يعيط لي لميمة، لأنه بويا حنين بزاف ربي يخليه لنا. كنا نضحكون نلعبوا، ويما من أحن الأمهات. على كل حال حنا عائلة حنينة، تربينا على الحنانة بين بعضانا. كان بابا قد حاله، عنده حانوت يبيع فيه مأكولات سريعة، ويما تعاونوا. كنا عايشين في 2 بيوت في دار جدي، الضيق والبرد. كان بويا يحارب الدنيا هو وماما باش يعيشونا أحسن عيشة. اللي شوفنا يقول علينا ولاد شي رئيس. الحمد لله كنا نلبسوا مليح، نخرجوا ونحوسوا مع بابا ويما. كانت مشاكل كبيرة في دار جدي. كنا نسكنوا مع جدي وعمامي في حوش واحد، وعمامي كانوا الله المستعان غبنوا بويا بزاف. كل يوم المشاكل ونسمعوا المعايرة. نشفى كنت صغيرة دابزت مرت عمي مع ماما، وجا عمي في ظهر يما بغدرة بالبيدون تاع الحديد، رفدوا وحب يضربها غدرة وربي استرها. كملت المداوسة حتى جا عمي في ظهر بابا عاود ضربه. احنا صغار نتحاماو زعما شغل نسلقوا في بويا. تخيلوا معايا، كنت انا وخويا صغار بزاف، هو صغير عليا ب3 سنين. كنا كتوام واقفين يد وحده، قاع وش عشنا في داك الحوش. بصح كنا دايما دايرين لومبيونس مع بابا ويما. تخيلوا معايا ساكنين في سجن والهم، لكن كنا نضحكوا ونلعبوا كأي أشخاص عاديين عايشين في الهنا. كان بويا يخدم مع عمي في الحانوت واحد، يعني الرزق رزق بابا، لكن عمي فارض روحه، وعمي من النوع اللي يحب يكسر يخرب، والمهم يشاركك في رزقك ويقول بلي أنا نسال في الوراثة. يا خوتي حانوت تاع بابا تعب باش خدم عليه، نشفى من اللي عشنا وحنا في المشاكل. حتى جدا من قوة المشاكل هادو جاه مرض الزهايمر، كانت بادية تنسى وبدات كل يوم تطور حالتها. نشفى بويا بطل ما يخدمش في داك الحانوت، من المشاكل خرج وخلى عمي فيه يسمح في كامل رزقه وتعبه، وراح بالطونوبيل تاعو يخدم طاكسي. وراكم تعرفوا قعد بويا كل يوم صيف شتا في الخدمة في هذيك الطاكسي، وجامي تخصنا ماكلة ولا شراب ولا لبسة. لكن بويا كره المحل تاعو كره شديد. فاتوا 5 سنين وحنا عمامي وعماتي معادينا، حتى وين جا النهار اللي ربي جاب الفرج من عنده. سمعوا مليح، هذه واحد النهار جات هذيك الفرقة تابعة للدائرة. بحكم أنا كنت نسكن في دائرة ما نقولش اسمها لأنه يعرفوني عدياني. كما قلت لكم جاو هذوك الفرقة كل عام يجوا يقصوا الأشجار، يعني كل شجرة قدام دارك يلقموا منها باش ما تكونش طويلة ياسر. حتى وين المفاجأة يا خوتي، واش لقاو؟ تخيلوا معايا، هذاك السيد اللي كان يقص عيط لبويا قالوا راني مخلوع لقيت في شجرتكم. يعني الشجرة هذه كانت قبال الحوش تاعنا وقبال الحانوت تاع بابا. قالوا لقيت طلاسم وكتابات بزاف، حوالي 15 كتاب. يا خاوتي بابا تفاجأ، قالوا حسبي الله ونعم الوكيل. قالوا كيما لقيتهم اديهم وفكهم. راح السيد هذاك من بعدها نشفى بابا ولا للحانوت. تخيلوا دار له سحر، يعني داروا له سحر ما نعرف شكون باش يهجر، وفعلا هجر 5 سنين حتى اللي فرج ربي سبحانه والحمد لله تحسنت حالتنا، وبابا رجع لرزقه. فاتوا سنين بقينا على هاد الحال في الهم مع العائلة، حتى جا نهار عمامي داو السكن بعده، يعني رحلوا من تما لكن يضلوا تم بحكم عمي تاني يخدم نفس الخدمة في الحانوت قدام بابا. حتى في أواخر 2019 عطاتنا الدولة سكن اجتماعي، فرحنا بزاف.
قال لي بابا الدوسي ملي زدتي وحنا دافعينه، ودوك حتى وليتي 19 سنه هاو عطاولنا. تخيلوا 19 سنه كيفاح. بدينا نسقموا دارنا وعاودنا كامل، بدلنا لا دار دو سول، خرجناها تهبل باش نسكنوها. دخلت علينا 2020 وتعرفوا واش كان كاين؟ الكورونا. نسيت نقول لكم، ماما لقات روحها بالحمل هذاك العام، تعذبت بزاف، حملت بخويا الصغير اخر العنقود، الله يحفظه لنا المدلل تاع الدار. يا ماما مرضت بالكورونا وهي بالحمل بخويا الصغير، وحنا مازال مرحلنا سكنتنا جديده. قطعنا لياس كي مرضت، وكانوا شغل كانت بالحمل تسمى ما تقدرش تشرب دواء تاع الكورونا، راكم تعرفوا ياثر على البيبي. جات خالتي هذه اللي كنت نحبها بزاف وشفاو عليها مليح، راح نولوا ليها. كانت مع ماما تعاونها وتعاوني فيها، تغسل لها وانا نطيب ودير لها اعشاب تاع عرب كما نقولوا. ماما بدات تتحسن حتى فاتت الكورونا، ريحته زيدت، نشفى كامل فرحوا بخويا ما عدا عائله بابا اللي سمعنا كلام من عند الجيران انه هما اللي قالوا حسدوها على خويا كيفاش جابته هي كبيره. ماما كان عندها غير 39، قالوا بلي كبيره نورمال ما تولدش، وراكم تعرفوا الغيره. موراها ريحت ماما ودخلنا للسكنة الجديدة وعمرناها آثاث حوايج يهبلوا. المهم خرجنا من هذاك الذل والهم اللي كنا فيه. نولي لنفسي، انا كنت نقرا مليح، وجات واحد الفتره كنت نروح بزاف عند خالتي اللي قلت لكم عاونت يما في فتره المرض تاعها، ونحب بنات خالتي وجداتي ام يما الله يرحمها، ادعوا لها البنات، كانت من احن الجدات. كنت كل صيف نروح عند خالتي، لا داعي لذكر الولايه. كان عندها ولد كبير عليا بوحدة 5 سنين، كان إنسان مربي وحنين وعاقل. كنت صغيرة ذاك الوقت عام 2012-2013. كان عنده حاسوب كنا نلعبوا أنا وبنات خالتي ونضحكوا يعني في لي جو في الحاسوب تاع ولد خالتي. كنت نعزو ونحبه بزاف طبعا شغل كأخ. ونسيت ما قلت لكمش، كان عندي الصوت، كنت نغني أغاني سبيستون، أغاني المشرق ومصرية عراقية، وكان الحلم تاعي نولي ندبلج بصوتي في سبيستون في كاش كرتون. كنت طفولية وبريئة بزاف ونحب كامل الناس، ونية اللي جاي يغدر بيا تفكروا هاد النية أنا جايتكم. قلت لكم كنت نضل عند هذه خالتي، كنت من بين خالاتي نحبها بزاف. كانت في ولاية أخرى حدا ولايتي في الغرب، وهذاك ولد خالتي كانوا عنده 2 خواتات تاني نحبهم، مرة يجوا عندنا مرة نروحوا ليهم. داروا ليام تعلقت بوليد خالتي وليت نحبه، ما وليتش نصبر بلا ما نشوفه. هو في ديك الفترة كان يفوت الباك، انا كنت صغيرة وما كنتش نعرف واش هاد الاحساس، حب ولا تعلق ولا واش كاين ما فهمتش، ولا زعما كي عاد اقارب. من بعد وليت نشوف المعاملة تاعو معايا من بين كامل بنات خالاتي. كنا في دار جدي كي نديرو كاش مصيبة ينوض ليهم كاع يدقدقهم، غير انا ما يقدرش يضربني. مرة قلقته وكسرنا معن الجدة، شدني من شعري وانا نجري. كنت ندير قرينات، يعني احنا نقولوا في الغرب هكا البنات كي يقسموا شعرهم يديروا نص على اليمنى ونص على اليسرى، احنا نقولوا كيكينات. كنت نحبه بزاف، كان يحب صوتي ويقول لي غني لي غنا سبيستون، وانا كي البهلوله نبقى نغني عامله ذا فويس عندهم. فاتوا عوام كبرت وهو تاني، ونهار اجتمعنا في بيت جدة كاع خالاتي وخوالي، قررت يماه تعلم له بنت خالته، يعني بنت خالتي أخرى، وهو كان صغير، يعني قالت بلي يكبر شوية يتزوجوا. وننصحكم يا أمهات ما تديروش هذا الشيء، لأنه يجيب غير المشاكل والتفرقة بين العائلة والخواتات. الولد يكبر إذا كان ما يحبهاش يحب واحد أخرى راح توقعوا في مشاكل والزعاف. كيما قلت لكم قالوا يتزوج بنت خالتي، أنا حسيت قلبي تكسر، بيتها قاع الليل نبكي. كنت نحبه وهو ما كانش على باله، على فكرة هو تنحبني وما اعترفناش البعض. فاتوا لي ما هبلت لدرجة كنت نصلي وندعي ربي يرزقني به. كنت كي نسمعهم يحكوا على زواجه مع بنت خالتي نتقطع من الداخل، حتى جا النهار اللي عرف باللي أنا نحبه وقالها لي من تم. وهو حب يقول لي يماه باللي ما يحبش بنت خالته الأخرى، يحبني أنا، لكن الصلاة ما لم يكن في الحسبان. نهار اللي قال يماه عليا خالتي اللي هي يمات اللي حب يخطبها زعفت، وماما تخلعت وزعفت عليا بزاف وضربتني. تخلطت بين العائلة، يعني ما حبتش تخسر خدها تانية، لأنه قالوا باللي
انا اللي قلت له بطل عليها، وخالتي ما خلت ما بقات فيا بالمعايره، وهو قال لهم انا قلت لكم ما نحبهاش، نحب ساحر وانتم ما حبيتوا تزوجوها لي بالسيف، وكلش ردوه فيا. بنت خالتي اللي بطل عليها عندها اخت تكرهني من زمان، لو كانت تصيب تقتلني. هذه بنت خالتي نسميها شوكه، من كثرة الشر تاعها ليا، كبيرة عليا بعام، هاكا حقدت عليا وقررت تنتقم مني. اني شافيه هذاك النهار كي عيطت لهم خالتي ما هو قالت لهم وليدي روحه بساحر ما حبش بنتكم. من بعد شوكا بعثت لي ميساج سبتني فيه، قالت لي انت ما تسويش وبزاف كلام غاضني، قالت لي كنتي سبه في خراب اختي وخليتي ولد خالتنا يبطل عليها. من تما قطعت علاقتي معاها وكبرت الحكايه. فاتوا الايام بقيت على اتصال مع وليد خالتي. على فكره هو ما كان يخدم ما والو، ما كان عنده حتى حاجه، ديجا هما عايشين في زوج بيوت، وانا حبيته برك، كنت وفيه وقلت الرزق على ربي ويفرج عليه ونتزوجوا. فاتوا عوام ربحت البيام وطلعت الليسي، كملت قريتي وكنت مجتهده، ونسيت حكايتهم وقطعت علاقتي معاهم. ما بقيناش نتلاقاو انا وبنت خالاتي. كي جاء عام 2018 فوت الباك، الحمد لله ربحته، وهنا بدات حكايتي تاع الصح. والاهم كانت عندي صاحبتي نحبها بزاف اللي نسميها حنين، كانت بمثابه مصدر اسراري، هي اللي وقفت معايا في الايامات اللي انضريت من فاميلتي، كملت معايا حتى الجامعه، سجلنا درنا لاسيتي شومبرا مع بعض، كنا نقراو ونباتو في لاسيتي مع بعض. عام اللي فوتنا فيه الباك دخلت معنا بنت اخرى ولات صديقه ثالثه بيناتنا، وفي الجامعه تاني شاركتنا شومبرا. على فكره أنا كنت درست أدب عربي، كنت نحب هاد المادة من صغري، كنت نحب نكتب بالشعر الخواطر ونتمنى نولي كاتبة ونشوف روحي في المستقبل حاجة ويكرموني. نكمل لكم. جازو عوام هذيك البنت اللي نعطيها اسم أمل دخلت بيناتنا، قلت لكم فرقتني أنا وصاحبتي اللي كنت نشوفها أختي، قعدوا كل يوم يخرجوا كيف كيف وتبدلت شخصيتهم إلى الأسوأ، ولو يديروش يحبوا يخرجوا من الشومبرا في الوقت اللي كنا نقرا فيه، لأنه كانوا يقراو في جهة واحدة، أوقاتي وأوقاتهم مختلفة دايما، وقت فراغي هما يقراو وأنا كي نقول نقرا هما يروحوا يلبسوا يماكيو يخرجوا يدوروا، كي نقولهم وين كنتوا يقولوا لي مكان ما دخلك فينا، بحكم كانوا يقراو في قسم واحد وأنا كنت في قسم آخر وفي كلية أدب عربي. جاسوا ليام واحد نهار قلت لوحدة فيهم أعطيني تليفون، حبيت نشوف تصاور اللي تصورناهم في الجامعة، بلا تردد عطاتهولي. دخلت يا خاوتي بصح والله ما نويت نتجسس، ماشي من أخلاقي. دخلت في الميسنجر تاعها، شغل فيه فوتو كانت بعتتها لي، حتى لقيتها هادرة فيا عن صاحبتي لانتيم، تما ديسيديت ننساهم كامل وننسى كلمة صحبة. قعدنا هكا حتى العام الدوزيام، راحت هذيك صاحبتنا الثالثه وبقات معايا صاحبتي اللي كنت نقول لكم كانت انتيم. فاتوا الايام ولينا نهضروا نورمال، مين داك بصح ما وليناش كيما بكري، كيما يقولوا القلب كي يبرد خطره وحده. كنت ديك الفترة نحكي مع وليد خالتي اللي وعدني باش كي نكمل قرايتي يخطبني، حتى واحد نهار تفارقنا ما تفهمناش، وتعرفوا العلاقات غير شرعية ما يباركش فيها ربي، تفارقنا شي 6 شهور وقررت ننساه وننسى كامل حكايته ونكمل نلتا غير في قرايتي. واحد النهار كنت قاعدة في الإدارة تاع علوم إنسانية، جاز عليا واحد خسر فيا عاود راح. انا داك النهار كنت مزروبه، كان راح يلحق البيس تاع البلاد باه نروح من لاسيتي للبلاد، يعني وسط لافيل نقولوا لها، باش نشري حوايج. طلع معايا واحد من اللي ريحت في الكرسي تاع الكار وهو يشوف فيا، كل ما نوخر عيني هو يبقى يشوف، ما ديتهاش فيه. كملت طريقي وصلت للبلاد، نزلت هو بقى يتمشى مورايا، حتى قال لي مصفاره معليش دقيقه تقدري تعطيني النيميرو تاع التليفون ديالك. كان مشهور بكلمه مصفاره دائما يقولها لي. قال لي انا نخدم في الاداره. شفت ليه قلت له لا لا اسمح لي خويا. من بعد قال لي نعطيك انستغرام ونحكي ونسحقك. شفت ليه خممت اعطيته، والله ما عرفت كيفاش حتى درت هكا، قلت بالك يروح ويخطيني اللي كيديه وصاي. عطيته انستغرام ديالي، من بعد كملت طريقي وفت حكايته، شريت ورجعت لاسيتي، نسيته كامل. فاتو يومين حتى بعت لي واش مصفاره كي راكي.
قال لي أنا كذبت عليك، ما نخدمش في الإدارة، أنا جامعي ومتخرج، كملت قرايتي وكنت في الإدارة، عندي شغل مع فايس وراقي. قلت له إيه مال علاش بعت لي؟ قال لي عجبتيني. قلت له روح الله يهديك، تم بدل الهضرة. قال لي نضحك معاك وش بيك؟ قال لي اسمعي تحقي حاجة ولا راه عندي اللي عرفت تماك نرونديلك لي سيرفيس. قلت له يا خلاص مالا. فاتوا ليام كنت نقرا، كان يجي لي دايما الجامعه كي نخرج نشوفه من البعيد. كي حكينا في انستغرام قال لي يمه ميتة ربي يرحمها، كان يحب يمه بزاف، وانا كنت جد مختلفه نحكي معاه غير في اطار القرايه والجامعه. حتى واحد النهار قال لي سحر محتاجك، شوفي لنا كاش نهار تخرجي فيه من القرايه نتلاقى ونريح ونقول لك حاجه. قلت له نخمم ونرد لك. خممت قلت له ايه. كملت قرايتي لقيتو يستنى فيا عند مدخل الجامعة وريحنا تم. حتى قال لي سحر جيتك اليوم باش نصرحك بحاجة. قلت له ايه قول لي. قال لي والله غير عجبتيني، هذاك النهار اللي شفتك حبيتك ونويتك، حاب ندير معك الحلال. قلت له اسمع انا ما نقدرش، حبيت واحد وما كتبش المكتوب بيناتنا ومازالني معقده من ديك الحكايه، خلينا من هاد الهضره. نسيت ما قلت لكمش، احنا كي كنا نحكو كنت عاد باقيه فيا اثار تاع الفراق تاع ولد خالتي. بعدها حكيت له قصتي معاه وقال لي اسكو راح ترجعي له ولا لا. قلت له لا. هو هنا خمم وقال لي شوفي نجي نخطبك، سما قال مادام نساتو نخطبها. بقينا هكا حتى واحد النهار كان في صفحتي يتجسس، لقى ولد خالتي معايا امي. انا رجعت له بعد عام يعني صالحنا. قال لي وليتي ليه؟ قلت له ايه انت وش دخلك؟ خطيبي نحبك، لا ما تربطك حتى علاقه بيا. السيد وش دار؟ حب يديني بالسيف. راح ليه وبعت له، قال له هادي راهي تحكي معايا. تخيل وش دار، بعت له صوره يعني كابتور. واحد النهار حكيت معاه بلا كام، ما على باليش وقتاش نسيت. يعني هو شوفو كان كبير عليا وما خممش باش يكون زوجي ولا نكون معاه، يعني كان ينصحني وبرك حط عينو عليا. تخيلوا دار كابتور ملاكام، حكيت معاه وما على باليش انا هذيك لا فوتو باللي دار لها كابتور، بحكم زعما هو قال كان راح يوريها لاختو كي ناويني الحلال. انا درت فيه لامان، راح وراها له وانا ما كانش على بالي بلي صورني. حتى ولد خالتي سبني وقال لي انتي ما تسويش وعندي الحق اللي رحت وخليتك. قال لي تحكي معاه وصورك ومنه وراكم تعرفوا. شعلها معاه ومعايا وبلوكاني. تقطع قلبي بزاف وبكيت ديك الليله ورقدت. حتى انا رحت بلوكيت هذاك اللي نسميه النرجسي وقلت له شوف او بلوكاني تهنيت، حتى انا نبلوكيك وتهنيت منه. جلسوا يا ما تتصالحنا انا وولد خالتي، عدنا نحكو كيما بكري. نشفى واحد النهار كنا يامات الصيف، رحت عند خالتي يعني ام خطيبي المستقبلي، فوت عندهم الصيف نضحكوا نلعبوا مع بنات خالاتي. كان عنده زوج خواتات، واحده كبيره عليا بعام والاخرى صغيره عليا ب3 سنين. بنت خالتي هذه الصغيره عليا ب3 سنين نسميها شرشابيله. تصرفاتها ليا كانوا غريبه، كنت دايما شغل نشوفها هكايا تحكي بالتخبيه، سورتو كي نحط تليفون تاعي. كان يجيني شك، من بعد نستغفر ونقول لا بالك راني غلطه. حتى واحد النهار عيط لي واحد في الليل وحنا قاع مقصرين، رديت وقاع سكتوا شافوا فيا بنات خالاتي، شافوا بواحد النظره تاع زعما ساحر تحكي مع رجال. انا باش نبدل ديك النظره تاعهم ليا ما لقيت الرقم ما عرفتوش، قلت لهم بالك واحد غلط ولا واحد وقيل واحد كان يقرا معايا عينو فيا يخطبني. كنت نيه وبهلوله وما نعرفش نهدر ولا ندافع على روحي، شخصيتي ضعيفه. المهم حبيت نسكتهم وشفاو على هاد نيميرو مليح. فاتوا الايام، فات الصيف، رحت لدارنا عيط لي واحد نيميرو جديد، قال لي سحر انا النرجسي هذاك، بعتي لي في الواتساب مسحقك اورجون. ما رديتش، قال لي ولا غير جاي نطلب السماح، كنت نيه بزاف. قلت معليش ربي سبحانه يغفر لعبادو وحنا ما نسامحوش وحنا ما نكونوا الا بشر. سمحت له. هاد المره نستاهل واش درت، لانه كنت بهلوله ونيه. بعت لي في الواتساب قال لي سحر حاب نقول لك رواحي عندي واحد السكنه تاعنا حنا نكروها، وراح الكرة باش يخرج نتلاقى ونريحوا فيها ونقصروا ونطلب منك السماح وراح نجيب لك واش تحبي. حسبني طماعه ولا ماشي مربيه. قال لي نتلاقى. قلت له اسمع انت واقيلا حسبني مطلوقه، يعني هكا نقولوا في الغرب يعني خارجه طريق. قال لي حاجه حبيت نتلاقى ونتسامحوا. قلت له لا. من بعد قال لي اسمع هي اللي ما تسواش ويا اللي فيك. قال لي انت ماشي مربيه وجابوا لي اخبارك كنتي في الجامعه تضلي مع الرجال وتباتي
كنتي معاهم ولوطو ترفد ولوطو تحط، وكنتي تضربي يماك ويماك مريضه تحقريها. خلعت. قلت له حرام عليك انا هكا. قال لي اسمعي، وبقى يسب. قال لي راح نقول لك تنفذي حرف بحرف. عندي نمرو تاع بابك ويماك، بعتوهم لي ويا خاوتي برد في الدم، وبعتهم لي صح ما تقري ما دايره والو، كامل الناس تشهد على اخلاقي. قال لي كي نعيط لك لازم ترفدي. قال لي راكي تخرجي من داركم ولا تخرجي تشري عفسه يكون على بالي، تتنفسي على بالي. بديت كل ليله تحت التهديد تاعو والضغط النفسي الكبير. قال لي واحد من عائلتكم يقول لي كلش. قلت له شكون؟ قال لي ما نقولش. بدا يتحكم فيا كما يحب، وقال لي تصاورك كامل عندي نبعتهم لبابك ويماك. تما خلاص الدم برد فيا. قال لي انا كنت ناويك للحلال تمسخرتي بيا، وقالوا لي ماشي هذه الاولى تاعها، كامل الرجال اللي قبلي كنتي تبدلي فيهم كيما الصبابط. قالها لي هكا وانا كانت عندي شخصيه ضعيفه بزاف، كنت نخاف ندافع على روحي. قعد كل يوم بديت نشك في صاحبتي حنين اللي قلت لكم بدلتها عليا هذيك. حتى سقسيته قلت له اسمع قول لي صاحبتي اللي انتقمت ليا وراهي تقول لك اخباري وتكذب عليك. قال لي لا. جازوا ليام ودار فيا منكر كبير، يتحكم فيا كيما يحب. حتى واحد النهار قال لي اسمعي يا الخامجة. تخيلوا خوتي من شدة ألم تاع الكلمة هذه، خاطر جا متخيلت يقولوها لي أنا بنت مختلفة محترمة. قال لي حلي لاكام يا الخامجة، قررت نخليك تروحي في حالك وتعيشي حياتك بصح بشرط تحلفي على المصحف باش يخرج فيك يا خانزة بلي ما كنتيش ديري صوالح اللي قلتهم لك مع رجال. أنا نبكي ونحلف. من بعد قلت له تعيش شكون قال لك هذا الشيء؟ قال لي سمعي انا ما نقدرش نقول لك لانه ندير فتنه بين العائله. قلت له ايه كاع اللي درته واش بقى زعما تخمم في الفتنه يا وانت اصلا فتنه. وبلوكاني ومن داك النهار تهنيت منه، ما زدتش سمعت عليه ولا خبر. فاتو عوام خطبت بنت خالتي هذيك اللي كان زعما ناويين يزوجوها لولد خالتي اللي حبيته. فرحنا لها وحبينا قاع نتلايمو ونلمو الشمل. جابوا لها الخاتم وقاع عرضتنا خالتي الخاتم تاعها. جينا كامل، كانوا تما خالاتك نسا خوالي كامل. كي دخلت مع اختي اللي نوجه لها تحيه وقفت معايا في محنتي، راهي مريضه بالسحر، دعوا لها الله يشافيها ان شاء الله. نكمل. دخلنا لقينا عائلة كامل مشنفة، حتى بنات خالاتي اللي خواتات خطيبي المستقبلي اللي هما بمثابة حماتاتي، يعني لقيتهم جابدين عليا مريحين مع شوكة. والاخرى هذيك اللي الخاتم تاعها تجاهلتهم ولا وحده سقساتني ولا ريحت معايا. بقينا مريحين انا واختي ونسيتهم. بقاو يديروا في واحد الحركات ويحكوا في تليفون مع شخص غريب. انا ما شكيتش فيهم، كنت نيه كما يقول لك راني جايتكم، وهما يحفروا لي شفاو على يحفروا لي. حتى جيت نشارجي تليفوني لقيت شغل تحت كامل دايرين تليفوناتهم. حبيت نطلع لطاج الاول، على فكره عندهم فيلا والاب تاعهم سلافي ومزير ما يخليهم يخرجوا ما والو. انا طلعت درتو يتشارجا، نسيت باش ندير شيمال تليفوني، خليته هوت. بعد ما فاتت الحفله تاع الخاتم بقينا مريحين مع خالاتي نضحكوا ويطبقوا في الفراش تاع العروسه لانه كانت راح تتزوج في ذاك العام مع بدايه عام الشتاء، وحنا كنا في الصيف. حتى نسمع الحس. قلت لاختي شكاين، قالت لي غير لقيت بنات خالاتي واقفين عند التليفون تاعك ما نعرف واش كانوا يديروا به. رحت زربت طلعت جبته وبقيت نخمم هاد الفعات واش داروا. ريحنا حتى للصباح وكل واحد راح لدارو. كي بقى شهر ولا شهرين على عرس بنت خالتي، كان الصيف والعطلة راني شافية. خويا راح عند خالتي خطيبي المستقبلي، قاعدة عندها عطلة صيفية. هو ولد خالتي صغير يكون قد خويا، هذا أخ اللي كانت راح تتزوج يعني تتزوج بيه، كانوا عند خالتي. حتى واحد نهار عيط لي خويا من عند خالتي، كان بعيد بحكم خالتي قلت لكم تسكن في ولاية من الغرب بعيدة علينا. قال لي صاحل وش راكي دايره؟ انا تما نشف فيا الدم. قال لي واحد فوكونت بعث لصاحبي وقالوا روح قول لصاحبك اللي هو خويا بلي يشوف لختو واش راهي دايره في الجامعه مع الرجال، وبعث له فوطو انا واقفه قدامي واحد مخبي له وجهه بايموجي. قال لي فتحي فيسبوك نبعث لك واش بعثو لصاحبي وهو يضبح، وانا نقول له يا خويا العزيز ما درت والو، بعث لي لا فوطو. وكانت مفاجاه،
تخيلوا شكون عرفتوا من قشو، هذاك النرجسي مصورني على غفلة. من كثرة الخلعة طاح التليفون من يدي وتكسر. رحت نجري لماما، قلت لها ماما ماما ماما، بقات ترجف. تخيلوا الله لا يحط في هذا الموقف مع بنتها. بديت نبكي لها ونقولها واش صرالي. رحت نحوس على الكونت ونيميرو تاع النرجسي والرقم ديالو، يعني باش تحكي معاه يما. عيطت ما رفتش. من بعد زدنا عيطنا رفدت. قالت له ماما بنتي واش دارت لك؟ علاش درت لها هكا؟ هو تشوكا خلعناه. قالها شكون انتي؟ ما فهمت والو. قالت له انا سحر اللي درت فيها الشر. من خوف منك ما حبش تحكي لي. كون جات يمك مربياتك ما تدناش لبنات الرجال. وتم النرجسي عنده نقطة ضعف، يمه ميتة. قالها يا ميمتي وحب يبكي. قالها يما ميتة وانا ندمت واش درت في ساحر، بصح اقسم بالله ما بعت هذيك لا فوتو. قالت له مالا منين جات؟ مالا يا كذاب منين جات؟ قالها انا نسيت حكاية بنتك وغلقنا الموضوع، بصح اليوم نقول لكم الحقيقة وشكون راهو يحفر لكم. بقينا نسمعه وتفاجأنا من الشي اللي قالوا. قال لها بنت خالتها اللي خدها فسخ عليها خطبة خطيب بنتك، باينة شوكة شكون هي اللي قالت لي ننتقم لأختي اللي سميتها لكم لفحة. قالها أنا كي ساحر ما حبش، وأنا يا خالتي حبيتها لحد الجنون، وكي شفتها رجعت لخطيبها يعني المستقبلي حبيت نديها ذراع. رحت لصفحتها بقيت نقلب في ليزامي، لقيت واحدة حاطة في الكونت تاعها بروفيل تاع بنت كورية. تفكرت ساحر. نهار حكات لي على بنات خالتها وكانت تحكي عليهم بالخير، وحكات لي مرة أنه عندها بنت خالتها تحب الكوريين بزاف. كي شفت هذيك لا فوتو عرفت أنه هذيك بنت خالتها. بعت لها ديريكت طلب صداقة ورجعت لي في الأول. قالت لي أحلف باللي انت ماشي ولد خالتي اللي فسخ الخطبة على أختي وراه مع ساحر، لأنه كانت تخاف منه. من المشكل الأول حلف فيها لأنه كانت راح تآذي ساحر اللي هي أنا. وقالت له أعطيني دليل يثبت باللي انت ماشي ولد خالتي. قالها النرجسي الماما بعت لها فوتو. الفوتو هذه اللي بعتوها لوليدك. هذه الفوتو يا ميمتي صورت ساحر على غفلة بلا ما تفيق لي، والله غير كانت نيتي نخطبها ووريتها لخواتاتي. كي قالت لي بنت خالتها بعت لي دليل، بعت لها هذا الدليل اللي فيه صورتي وصورة ساحر. تما قالها ولات إنسانة واحدة أخرى، بدأت تحكي لي على بنت خالتها بالشر. قالها يا ميمتي كنت حاسب بنت خالتها ما تآذيهاش، وقالت لي بزاف صوالح خاطيين، شوهت لها سمعتها. وأنا من الغضب على ساحر كيما قبلتش بيا بدينا نحفروا لها. حتى أنا تصدمت يا خوتي، بنت خالتي من دمي ضربتني في ظهري ومرضتني هي والنرجسي. والله بسببها دخلت للسبيطار قريب هبلت. وش نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا وش درت؟ رحت قلت للنرجسي ابعت لي واش حكيتو، هادو عوام عليا. بعت لي لي كابتور نولي لكم الايام الخطبه. تشفى وقلت لكم دخلت الحفله تاع الخاتم لقيتهم مشنفين وكانوا يحكوا في التليفون، وكي لقيتهم عن تليفوني سرقوا لي كاع تصاوري. كانوا حابين يبارطاجوهم. تخيلوا معايا كميه الحقد، وكل تحرك في اللي نديرو انا تقول له. تشفى كي قلت لكم في دار خالتي ام خطيبي كي صون التليفون، هذا كان نرجسي. وانا كي مرفتش كان على بالهم، لانه بنت خالتي اخت خطيبي تعاونت مع بنت خالتي اخرى والنرجسي، لانه كانت راح تنتقم مني. ما تحبنيش، ما كانش حابه تشوفني كنا عندهم. راحت بنت خالتي واحده اخرى اللي انتقمت لخوتها. تخيلوا خوتها حبت تتزوج، يعني ربي جاب لها مكتوب واحد اخر وما رضاتش، وانتقموا مني وكرهوا لي معيشتي. خويا جا من عند خالتي ما حبش يحكي معايا. اكيد راح تستفسروا كيفاش حلوا كونت وبعتوا تصويره لصاحب خويا وبعتوها لخويا لانه راح يفيق لهم. لانه من شهر حماتي اللي هي اخت خطيبي كي رجعت الاحداث رجعتهم انا ولايمتهم. تفكرت لقيتها رافده تليفون خويا وتقلب في ليزامي. كي قلت لها واش ديري قالت لي والو وعطتني تليفون. هي حوست على صاحبو لانتيم باش تطعن له في شرفي، باش اخي يتبهدل مع اصحابه باللي اختك هايته رجال. تخيلوا معايا قمه النذاله. الكونت اللي حلوه تماك حذفوه. هكا قال صاحب خويا لخويا، قالوا لي هكا وحذفوه طبعا خوفا. اللي يقول كلام صح عمره لا يخاف من المواجهه ويحذف زعما الكونت، لكن كذبوا عليا وطعنوا في شرفي. من ذاك النهار حكمني قولون عصابي.
حكمتني الخلعة، مازالني نداوي للآن. شينت وبديت ننقص، كنت كيما البوبية. وقالت راني بعثت تصاوري الأخت لبنى كيفاش كنت وكيفاش وليت. يا خوتي نقول لكم الصح، والله غير عيني كذبت، تقول ماشي نفس الشخص. سبحان الله، ما شاء الله كانت كي البوبية كما قالت. عرفت باللي بنات خالاتي حطموا لي حياتي. واش درت كي القافزة؟ رحت عيط لخالتي اللي هي بمثابة عجوزتي. طبعا من طيبة قلبي حسبتها راح توقف في صفي. حكيت لها كلش ونبكي حتى والنفس انقطع فيا. قلت لها بنتك راكي مخليتها عند خالتي راهي تما، وتحدث مع بنات اختك الاخرى وبعتوا تصويره وحلوا كونت وكلش حكيتو بالشهقه. هي قالت لي غدوه نروح عند اختي ونجيب بنتي ونحكي معاها ونحكي مع بنات اختي ونوقفهم عند حدهم. راحت. انا ديك الليله رقدت بالشهقه نستنى في الامل تاعي غدوه باش تبان الحقيقه. طلع الصباح رحت نقرا كالعاده في الجامعه. كي وليت سمعت حس ضياف. لمحت ماما بعينيا شغل شكون. ماما قالت لي خالتك وجابت بناتها وراهي جات تبين الحقيقه. انا قلت لها ما ندخلش نسلم عليهم. ماما حبت تندب وجهها، قالت لي ما جاياش تدخلي عليهم. وعلى فكره هذوك الزوج خواتات اللي فسخ عليها الخطبه وليد خالتي وخوتها شوكه ما جاوش، قعدوا في دارهم مع يماهم ما يخرجوش. قلت لكم الاب تاعهم متشدد وسلفي، وجاو غير بنات خالتي اللي اتحدوا مع بنات السلفي مع يماهم. تخيلوا معايا ما يخرجوش وداروا هاد العجب. كانوا يخرجوا كيفاش؟ كي ريحت معاهم ناضت خالتي وقالت يما ما تهدري ما تهدر بنتك، انا نهدر انا وبناتي. تخيلوا حسبتها راح تجي في كتافي. يا خسارة قلبك يا سحر ونيتك والحب اللي حبيته لوليدها. قالت بنتها اعطيني تليفون وتجيب لي تصاور. بقات بنتها تعبص في التليفون حتى ورت تصاور. تخيلوا خاوتي تصاور اللي سرقوهم من تليفوني. قالت خالتي ليما بنتك بعتت تصاورها للنرجاسي وتم كلش طفى فيا. تخيلوا الخوف اللي كان فيا ولا شرارة غضب. إما مسكينة صفار تقلبت غاشات وقلعوا يذبحوا. أنا بدون سابق إنذار وقفت وضربت بنتها شفتها. قلت لها يا الكلبة. تخيلوا وخليت خالتي لأنه ما نقدرش شغل نولي في وجه خالتي. شوفوا تربيتي، راني نكتب ونبكي ظلموني. بنتها حكمت لي سلسلة من رقبتي تاع الذهب، جابتها لي جدة الله يرحمها وقطعتها وبقينا متضاربين. قالت لي خالتي تضربي بنتي في داركم عيب. قلت لها هدرتو في شرفي في دارنا تخلصوها غالية من العدالة الإلهية. قلت لها كلش راح نقولوا لخطيبي اللي هو أخوها. تخيلوا هددتني في دارنا وقالت لي كي تقولي له نقول لبابك. وتعرفي الرجال في قضية الشرف ما يحوسوش يعرفوا صح ولا غلط، اللي يجي أمنها ويدبحك. وبقى العياط هذاك الوقت كامل وحنا نعيطوا. كنا عاد في سكنة دار جدي. تخيلوا تقول أعداء في عائلة واحدة. صافي عائلة بابا من وعائلة يما من، ما كانش عندنا حبيب، كلش تغلق في وجهنا. بقاو يسمعوا عائلة بابا في ماما. قالت لخالتي نحترمك روحي رفدي بناتك وروحي. من بعد خلتهم ماما باتوا وحكيت لخالتي كلش وما أمنتهاش. فاتوا ليام وانا حالتي تسوء من الصدمة. تصالحت مع خويا وولينا، لكن بقى فيا جرح الخيانة. نسيت نقول لكم كانت عندي خالتي جاية صغيرة شغل كيما صديقتي. هي وقفت معايا وجات ضدهم كامل. حتى اليومين هذا تحبني ودايما نروح لها ونزورها. كي نقنط هي تكون لي السند. فاتوا شهورا ما قدرتش نقول لخطيبي واش داروا فيا خواتاتو. بعد فترة دابزنا وتبدل في عقليته ولا عصبي ويظلمني. شربني من كاس مر يا خوتي اللي تحدث الدنيا على جالو. فات وقت ونسيت. خطبتني خالتي وحبينا نديرو عرس. من بعد فسخت الخطوبة. قبلها بنت خالتي دارت عرس نشفة. دخلت العرس ما كنتش راح نحضر غير ماما على جالها. ومن هذه بنت اختها عفزت على كرامتي وحضرت. نشفة حبوا يديروا لي مشكل، وخالتي اللي حكيت لكم عليها نسميها نور لانه كانت بمثابة نور في حياتي. عايرتهم وسبتهم ما خلت لهمش. من ذاك الوقت ولاو يكرهوها ولو يعني كي نتلاقوا في تجمعات عائليه يحبوا يديروا لي مشاكل وانا ما نلتالهمش. وقلت لكم فسخت خطوبتي الحمد لله وراني مخطوبه من شخص اخر ربي عوضني به كيما الملك في هذه الدنيا وعرسي قريب. ما قدرتش نتخطى هذه الحكايه. حبيت نبعثها للبنى لانه ولات حاجز في حياتي. وليت ما ندير الامان في حتى واحد حتى في خطيبي هذا لانه قتلوا لي الامان والمشاعر في قلبي وشوهوا لي السمعه تاعي. وهذاك النرجسي
النرجسي تلاقاني بعد عوام وبكى وطلب السماح وقال لي راكي تجيني كوشمار في حياتي في المنامات، وش درت فيك؟ قلت له لو كان تبقى بينك وبين الجنة شبر ما نسامحكش، هذه هي خاطر قتلوني. في سنة 2021 بقات الحالة هي مع بنت خالتي، بقاو هما كي نتلاقاو في الفاميليا يبقاو يهضروا بالشرات، تسمى شدوا لي حقد كبير في وسط الجماعه. نسمع اسمي خطره اخت خطيبي السابق بقات تتجسس على الفيسبوك تاعي، كل خطره نشوفها تدخل لي ستوري تاعي، قاعده تراقب تحركاتي وش ندير في حياتي وتبعني من البعيد وتدي اخباري هي وبنت خالتي الاخرى. قعدوا على اتصال، مره وصلت صاحبتها في تعليق سبتني، قلت معليش ما راحش ندير عليهم، اصلا خلصت حكايتهم. وقعدوا يدخلوني لي فو كونت، مره دخلني حساب مزيف قال لي سمعي اللي ما تسوايش اللي كنتي في الجامعه دير رايك طونوبيل تحط طونوبيل ترفد، وبلوكا الحساب تاعو. انا استغربت وفي نفس الوقت ما نسيتش جرحي، كل ما نقول يتبلع على الجرح تاعي يعاودوا يفتحوه، وين وصلوا فضحوني في العائله قدام خالاتي. قلت في نفسي يا سحر الغيرة تدير قاع هذا الشيء، وبالخصوص والله ما راني نزوخ كي انا شبع عليهم، هذا اللي خلاهم يغيروا مني. بالخصوص بنات خالاتي يعني اللي خوهم كان خطيبي، كانوا زرقات يعني سمرات بزاف، وما رانيش نقول زعما على اللون ولا، فقط كاين خطرات وين يغيروا من البيضاء، وهذه واحدة فيهم كانت تكره روحها، ما عندهاش ثقة في نفسها وفي جمالها. مرة قبل ما ندابزو نشفى قالت لي سحر انتي عندك الزهر في الدنيا، انتي شابة وقارية وكي تلبسي ديالهم كاع رجال كاع يخلعوا فيك. تما خلعت كيفاش هذه بنت حاقدة هكا، هذه إنسانة سامة. يا خوتي فاتوا هذوك الأيام كل يوم يدخلني كونت يسبني وينحي حسابه، حتى سوبريميت كامل حاجة تتعلق بلا فامي كلش بدلته كامل، نيميرو تاعي مواقع التواصل الاجتماعي باش واحد ما يدناليش. فاتت هاد الحالة دايما نحضروا في المناسبات وهم بقوا على حالتهم. جاء واحد نهار تخطبت أخت خطيبي ثانية وتزوجت واحد إيميغري، حضرنا العرس وفرحنا لهم، نسيت كلش فات وحضرت على خاطر خالتي. كي رحنا العرس رحنا عندها بالليلة قبل عرس بنتها باش نقصروا ونعاونوها في صوالح العرس لأنه كان غدوة من داك. في ديك الليلة نشفانوت نغسل معاهم معا ونعاونهم، يعني خالتي غاضتني عندها الضيق ساكني في باطمة شغل جايين صغار، وانا نغسل تجي ليا اخت العروس اللي اخت خطيبي السابق، جات لي هي وصاحبتها شفاو اللي قلت لكم سبوني في تعليق، قالت لي واش راكي ديري وبقات تعيط، قالت لي ما تغسليش جيتي ضيفه، وبقات تعوج وعيطت صاحبتها تاني حقو ديا كما هي، يقول لك ما يتلاقاو حتى يتشابهوا. قالت لها روحي نغسلوا صوالحنا وننظموا عرسنا. انا تصدمت على لي مانير تاعها، قالت لي شفتي اختي تزوجت ودات ايميغري حرحرت كامل العديان اللي كانوا ما حبيلناش الخير. بقات تمعني، انا قلت لها شكون اللي حرحرتهم، شكون قصدك، غير اذا كان فاميلية باباك يعني ما كيش علينا. سكتت، قالت لي ايه وتانيك واحد اخرين النار شفناها في عينيهم من الحسد، سكت وخليتها تضبح وتتعوج. ريحت مع اختي وبنت خالتي اخرى من خالتي واحده اخرى. بالمناسبه انا عندي 4 خالات، بنت خالتي اللي ريحت معاها كانت من بنات خالتي اللي ما نتلاقاوهمش بزاف، يعني ما نحكيش معها بزاف خاطر هما ما يجوش، بحكم هذه خالتي تكون اختي ما من باباها، يعني مشتركين في الاب والام لالا. رحنا لاصال نهار العرس، درت مكياج شباب وخفيف، لبست غوب جيت بوبية. بغى يقلع الكورتاج خطيبي اللي تفارقت معاه مربي يعني رغم النقاشات لكن انسان خلوق، عيط لماما وقالها كريت لكم لوطو راح تطلعوا معايا كورتاج انتي وصاحر واختي وبنت خالتي اللي حكيت لكم عليها اللي ما نحكيش معاها بزاف. انا جمعت نلبس في قفطاني لانه خرجت بقفطان ابيض يهبل، وفي الصاله لبست غوب حمراء. كي كنت نلبس في القفطان نسمع بنت خالتي اللي هي اختو واخت العروسه هي وجماعتها وبنات عمتها وجاراتها، يا يما على تبهدايل، حتى جاراتهم وحكات لهم عليا، تخيلوا كميه الحقد، حتى هما بقاو يمعنوا عليا ويشنفوا، تحسبوا قاعده فوق رصانهم. حتى نسمعها تقول شكون هذه اللي حابه تطلع مع خويا، انا كي يجي الكورتاج ما على بالي بها ما والو ونطلع مع خويا وتعيط. حكمها عمي ما شافتنيش وانا نبدل في الصاله قدامها، حتى غمزت لها صاحبتها وشافوني وسكتوا، وانا بقيت نخزر ليها زعما كون نجي نجيفك في قلبي غير سكتي. اي سكتت، نسيت ما قلت لكمش تلعب دور الضحيه. هذيك الليله كي ريحنا ما سقساو علينا ما والو، انا واختي وبنت خالتي. كي جات خالتي قالت لي وين كنتو، العشاء حطيناه وانتو ما جيتوش.
احنا بحكم ما كان اللي قيم بينا جمعنا مع خالتي ونسا كبار، وهما داروا جماعة بنات صحاباتها وصحابات العروس وجاراتها شغل. وانا كي مدابزين ومشنفين علينا خالتي شكت، قالت علاش جابدين وحدكم؟ هي عاد ما كملت هضرتها وتدخل بنتها بقات تلعب فيها، قالت لها ايه ماما وين كنتوا؟ كنت نحوس عليكم تريحوا معانا مع البنات وانتم ما وحدكم. خالتي سكتت، شفتو وجه التاني قدام امها تبين هي طرف المظلوم، واللي زعما تسقسي علينا باش حنا نبانو ماشي ملاح قدام خالتي. لا علينا قلع الكورتاج الصباح، وصلنا للصاله وكيما قلت لكم لبست غوب حمراء وجيت شابه، بقاو يخزروا ليا وهي ماتت من الداخل. كل ما نجو نتصور مع العروسه تبقى تجي تدخل وتحب تتصور، كلش داروه بيناتهم. حنا ولينا نبانو برانيه، داروا تبهدل في هذاك العرس. خلاص العرس رحنا للدار نسيتهم، نولي لحياتي انا في فتره اللي قبل العرس وفتره اللي قبل تاع الغدره اللي غدروني وداروا لي مشكل هضروا في شرفي. مرضت هذاك العام، مرضت بزاف، وراح نحكي لكم جانب اخر راح تنصدموا. بنات عمتي اللي تاني دايرين فيا الشر راح تنخلعوا كيفاش انا ما عندي زهر، لا من جهه عمومي لا من جهه خالاتي، داروا فيا الشر في زوج وهضروا فيا، وانا بحكم راني نختصر سما اعذروني. كنت معاديه بنات عماتي كي ماتت جداتي عام 2022، تما مرضت اختي في الجنازه تاع جداتي، تما قعدنا نشوفوا عليها اعراض غير عاديه، ترقد بزاف، تقعد وحدها، يجي المغرب تبكي بزاف، وبقات تنقص حتى وين ولات تشوف صوالح وتشوف انسان كحل. تخيلوا هذاك انسان كحل وعينيه بيوضه يخوف، وتبقى تبكي وتجري. هذيك الفتره انا كنت في الجامعه وليت نقرا بعد ما فوتنا جنازه جدي ام بابا الله يرحمها، دعوا لها خوتي، كانت مريضه بالزهايمر قلت لكم وماتت في ليله القدر. ويقول لك العشر الاواخر تاع رمضان العتق من النيران، وتاكدوا لي من هذه المعلومه، اكتبوا لي في لي كومونتير. ربي يرحمها جداتي. نكمل، انا كنت نبقى في الاقامه بحكم بعيده على الولايه اللي نقرا فيها بواحد 50 كيلومتر. هكا جيت خبروني بلي اختي جابوا لها راقي، ولقينا بلي دايرين لها سحر، وقالت بلي اقارب. تخيلوا دوكا حنا وين نشكو، فاميلي تيما ولا فاميلي بابا؟ ما فهمنا والو، حطموا لنا حياتنا. انا نشفعات كي وصلت من الجامعه حكاولي واش صرا لاختي، وانا اول مره نسمع هذا الشيء. تخيلوا معايا هادو سحور، وهذا الشيء كنت نسمع بيهم برك، مي دوكا راهم في دارنا. صدمه كبيره ليا. واش درت؟ خفت، رحت تكسلت في الصاله تاع عمتي تاع دار جدي، عند وين قلت لكم قبل وين كنا نسكنوا في الحوش تاع الوراثه. هذاك هو، احنا ملي ماتت الجده خلينا الباطمات وجينا بقينا شهر عند عمتي. هذه عمتي نحكي لكم هي اللي بقات وحدها في الحوش، كانت رافده جده وجدي بحكم هي ماشي متزوجه وكبيره على ماما، وعندي زوج عماتي متزوجين كل واحده في بلاصه. هذه عمتي كانت عندها اختي لانه كانت تحبها، بقات عندها كي مرضت. احنا ما نعرف داروا لنا السحر ولا كرهنا دارنا ولينا باقيين في الحوش اللي كنا فيه بكري. كل يوم يقولنا بابا نديكم للدار وندو خدكم الداوي، ومنا احنا ما نحبوش. قالنا بلي نجيب لها راقي. اختي تبقى تعيط كي تسمع هاد الهضره، ما فهمنا كاع الحياه اللي صارت فيها، وتقول طلقوني انا ما نروحش وتكرهوني انا نبقى هنا. ماما شافتها هكا تهولت، بقات كل يوم تبات معاها، وما قدرناش نخلوها ونولو للدار. والمرض تاعها ولا يزيد كل يوم، وحالتها كل يوم تسوء. مره نشفى قلت لكم نهار جيت من الجامعه الحوش جدي لقيتهم متلايمين وخبروني واش صرا لاختي. انا خفت وعندي الخلعه ديجا مريضه بيها. قلت لكم المشكل الاول تاع بنات خالاتي كانت كي الشوك عليا، بديت نرجف، درت كيتمان وصورة البقرة حتى نبدا نحس في روحي ماشي نورمال. بقيت نسمع في هضرتهم شغل راها في البير وثقال لساني، بقيت نشالي بيديا ونقول لماما حتى طحت غبت على الوعي. كي فقت لقيتهم كامل فوقي، وفقت على كلمة ماما مسكينة شحال تعذبت معانا وهي تبكي وتقول وخذوني في بناتي اللي ولاو زيد الزوجة وتبكي. جامي ننسى ديك الدمعة تاع ميمتي الحنينة. نقول لك من هاد المنبر سمحي لي يا ميمتي العزيزة، عينك معانا بزاف، مالقري كاع واش بك متخدمي علينا انتي وبابا وما تهنيتوش من جهتنا. كي فقت قالوا لي وليتي تخوفي ولسانك خرج كيما تاع البقرة، واول مرة نشوفوا اللسان طويل هكا. سمعتها من عند عمتي تاني وهي ترجف. فاتوا ليام رحنا للدار وبقينا مع الروقات والو ما ريحناش. اختي كتر مني حالتها اليومنا هذا، كل ما نخرج وتمرض
وتطيح لنا وتبقى تبكي، حتى ولينا نكره نروحوا في العطل لدار جدي وخالاتي، لانه اختي مرضتنا بزاف، وانا تاني كنت كي نخرج نبقى نرجف. مره كنت ضيفه عند خوالي، جيت نشرب قهوه، حبيت شغل خلاص بديت نرجف حتى وين طاح الكاس من يدي. شفنا الويل والعذاب، وما زال تكسر الماعن، الزجاج في الدار، خدمة بابا، كلش بدا يتكسر وينحرق. لي لومب تاع الدار وكانوا ينحرقوا كي يجي المغرب، ونوض الزقا وحدو بابا يولي يضارب معانا ولا مع يما، يقولنا ما رانيش نقدر ندخل الدار، راهي تجيني ثقيله. اختي كي تدخل الباب تاع دارنا تخيلوا واش تشوف، قاتلنا نشوف مرا عند الباب جسمها مشوه وراسها مقلوب وعينيها خارجين ويدوروا كي الساعه. مره قاتلنا نشوف زوج راجل ومرا ما يخلونيش ندخل الدار، ويقولوا لي نقتلوك، ونشوفهم يحفروا في مقبره، يجبدوا حدايد مصديين فيهم تصويرتي. وشافت اختي العزيزه يا حسرها وصلوا وين داروا بيني وبينها، وليت نضارب معها على أتفه الحاجات، تقول لي ما تحكيش معايا وتبقى تبكي، تقول الدار هذه نكرهها وما راهيش تحب تحكي معايا، تبقى تعيط وتبكي. مرة بابا جاب لنا راقي، وهذاك النهار أما رضت من تما سأت حالتي، رقالي قال لي تكسلي وغطاني بابا ودخل. كي قرا عليا غبت على الوعي. قبلها سقساني قال لي واش تشوفي يا خوتي؟ نشوف روحي في داك الواد ومتكسله في الماء خضر ومسخ داير بيا كالمستنقع فيه ضفادع. هادوك الايام تبدلوني، تخيلوا معايا، على بالي ما راحش تامنوني وانا نقول لكم انا لبنى شفت صورها لونها راهو بدل فيهم بين قبله وبعدها. انا حرت، حسبت لي ماشي نفس الشخص، حرت. تقول لوني ولا رمادي، وليت شاحبه، وليت ننقص لا ماكله لا والو. كي خرجت من عند الراقي قال بابا لونها راه متبدل، راهي كاليا سحور. كي رديت ودرت استفراغ مع ايات قرانيه، بقى حاشاكم يهودو خيوط تاع الدم وكوريات كيما الحرير، شغل خيط تاع العنكبوت معمر ندم حاشاكم واصفرار. ايا بويا لقيت وجههم بدل. كي خرجت من عند الراقي قال ماما عجب، قالت له ساحر، قالت له يعني جنة تكلم باللي وكلوا لها، حاشاكم الدم تاع العادة الشهرية وكلوه لي، هذاك هو اللي خرج مني. تخيلوا الصدمة، نكتب لكم ونبكي. حطموا لي حياتي وحياة اختي، وما حبسش هنا، قال لها داولها من شعرها وداروا به السحر، لانه قبل قلت لكم ورث طول شعري من ماما كامل طاح وشيند، ولون بشرتي من ابيض ولا رمادي، وانا راني شفت صورتها شعرها كيفاش كان طويل وكيفاش دوكا راهو قصير. ولقيت عندي فقر الدم تقول، وكنت نضل مع لي زاناليز تقبوني كاع بلي باري. في الاخر طلع سحور، حسبي الله ونعم الوكيل. من بعد عرفت باللي خطيبي الاول تاني داروا له سحور اخر باش ما نديهش طبعا، تعرفوا فاميلته، وهو سمعت من بعد باللي راهو مرض يعني نفس المرض تاعي. نسيت نقول لكم قبل عليها وتفارقنا، ومرض كنت كي نشوفو عنده قرون وفمي كامل يتعوج. كي نقرب له ايه المنكر اللي داروه لي، ادعوا لنا انا واختي ما زالت تبكي وتهدر وحدها كي تجي هذيك حالتها. ارقينا لها شحال من مره وانا تان، وحالتنا ما زالت هي المنامات اللي كوشمار، ونشوفوا شخص من عائلتي يسحر ويدير لنا كامل هذا الشيء. هذه هي السحر اللي جاتها غدرة من بنات عماتها وبنات خالتها. علاش هاد العالم قاسي، ولا نقولوا علاش الناس قاسيين؟ علاش لهاد الدرجة شربوا لي مرار المرة الاولى والثانيه، جات في صحتي اللي خسرتها. كي رقينا عطالنا الراقي زيوت مرقية والماء، كل فجر نشرب الزيت والماء تاع الرقية، نشفى نبقى نتلوى كي الثعبان في الارض. يا خاوتي انا كان عندي السحر مأكول، كنت نحس حاجة في كرشي بالموس تقطع لي في مصاريني، حتى نفشل ونتغاشى ويفيقوني. استمريت على هاد الحالة عام يا خاوتي، نكتب ونبكي. مرة مريحة بقيت نطلي الزيت المرقي هذاك، يعني هو مزيج من زيت الزيتون وزيوت السبع راكم تعرفوا، وهذاك النهار ندهن ونقرا في الأدعية باش ربي شافيني. بكيت وقلت له يا ربي أنا أمتك الضعيفة، يا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم إني ابتليتني فاجعلني عبدا صبورا، وإن أنعمت علي فاجعلني عبدا شكورا، اللهم اشفني إن شكيت ألم وخفف عني إن بكيت وجع، واجعل ما أصابني كفارة لي يا رب، اللهم إني استودعتك نفسي وصحتي فيا رب اشفني وعافني وأرح جسدي ولا تحملني ما لا طاقة لي به، اللهم شافني بشفائك وداوني بدوائك. وبكيت بحرقة، الحاجة اللي كانت فيا انتقمت مني، والله ما عرفت واش صرا لي في ديك اللحظة. قرعة عزيت كومبلي طلعت للسما وساحت على راسي، تما بكيت بحرقة.
جات لي يما وشافوني وتلموا، ويما بكات وصبرتني وعاونتني نبدل قشي. قلت لكم شفت الويل. اختي كانت اكثر مني، ما قدرتش نحكي لكم اكثر لانه قصتي طويله بزاف. اختي كانت تنوض تلقى الكور تاعها زرق وتقباش فيها في كل مكان وما عندهاش بزاف. يعني هاد الايام عاودت مرضت. انا الحمد لله ما نقول لكمش تحسنت كامل، مي شويه الحمد لله. نعطيكم شويه امل باش ما تبقاوش حزينين عليا. الحمد لله يا ربي، فرج عليا ربي وتعرفت على انسان كان اجمل عوض في الدنيا، عوضني على كلش. خطيبي خطوبه تاعي يعني الخاتم راهي قريبه وراني فرحانه معاه، وراني خايفه غير يحقروني يعني ويبعدوا لي. هذا مكتوبي، يعني لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا اكيد. ما تامنوش قد راني خايفه من هذا الشيء كاش ما يكيدولي، بحكم هو يعني مازال ما نديرو عرس، مازال وراني بزاف خايفه تعكس لي ويعاودوا يتالبوني العديان. يعني ادعوا لي يا خوتي يفرج علينا ربي ويشفي اختي ويشفيني. نقول لك اختي قولي لكامل المتابعين تاعك يدعوا لي انا واختي في صلاتهم، لانه عندنا عين قويه، ما ريحنا لا بالرقيه لا والو، عندنا سحر مازال ما نفك. ادعوا لي نشفى انا واختي ونخرج عائلتي من هذه الظلمه. ميمتي وبويا ربي يحفظهم اللي كانوا سند ليا، وخاوتي زوج خاوتي كانوا سند، بالخصوص خويا اللي صغير عليا ب3 سنين. كنا كي توام، كان كيشوفنا مرض يسهر علينا حتى الفجر، ربي خليه ليا. وفي الاخير نتمنى تدعوا لي انا واختي تقول ربي يحفظك لبنى، انتي سندي اختي الثانيه يا عمري الله يحفظك. نقول لك تالمو سمعت كامل قصصك نستنى تحطي قصتي الجديده، وانا في الانتظار راح نعاود نسمع قصه سمعتها قبل، خصوصا القصه اللي اثرت فيا تاع ياسمينه والروجيه. نقول لك نحبك بزاف وراح نكون من اوفى متابعاتك على كامل مواقع التواصل الاجتماعي وندعمك. الله يحفظك اختي، شكرا على كلامك الجميل. حبيت نقول لكم حاجه تعرفوا باللي نشرت شحال من مره في مواقع التواصل الاجتماعي باللي خويا راقي، واكيد نضمن فيه لانه انا شخصيا دواني كنت في حاله كبيره والحمد لله يا رب. حخلي لكم الرقم تاعو في التعليق المثبت، ممكن كاش وحده يفيدها ويكون الشفاء على يده، الشفاء من عند ربي سبحانه، صح ممكن يكون على يده. شكرا لكم، مع السلامه، نلتقي في قصه جديده.